هقولك النهاردة على 5 مبادئ لو التزمت بيهم في الدايت كل حاجة هتكون سهلة. أول مبدأ هو مبدأ التقبل. الحاجة اللي انتي مش هتتقبليها صدقيني هيكون صعب جدا تغيريها. الجملة ممكن تبان غريبة اللي هو أنا متقبلة حاجة أنا عايزة أغيرها، بس الصح إن انتي تتقبلي الوضع اللي انتي فيه دلوقتي وتحبيه. بصي هقولك على حاجة كده بالبلدي خالص. دلوقتي انتي في مرحلة سيئة ليكي، انتي مش عارفة تحبي نفسك، مش عارفة تحبي شكل جسمك، الموضوع مضايقك قوي. بس جسمك ده عشان يتغير لازم ان انتي تحبيه، يعني لازم ان انا مش لازم احبه اللي هو انا متقبلاه كده، بس ممكن احبه من باب العناية اللي هو انا بحب جسمي ده واحس بنعمة جسمي، احس بنعمة يعني حتى لما بنيجي مثلا نعمل يوجا دايما هتلاقي في اليوجا بتقولك يعني اشكري جسمك ان هو مساعدك. فانتي بصي لجسمك من منطلق ان هو الحاجة اللي انت عايشة فيها، فتقبليها وحبيها وحاولي تحسنيها. يعني في كل مرة مثلا هتيجي تلتزمي بالدايت امني بالبروسيس، امني ان اوكي مثلا دلوقتي مش باين فرق، عشان الناس اللي بتيجي بتقول انا عايزه اخس في اسبوع او 10 ايام، امني ان مش باين فرق، بس في حاجه صدقيني بتحصل على مستوى جسمك. واشكري ربنا في كل مره بتعملي بيها حاجه بجسمك ده. الموضوع ده بجد انت متعرفيش، ممكن تحسي ان هو بسيط بس متعرفيش ازاي بيبدأ يفرق في سهولة انك تخسي، وبيبدأ مع المبادئ التانية يخليكي تقدري تكملي في الدايت لغاية ما توصلي لهدفك. المبدأ التاني معايا هو مبدأ لليوم فقط. اكتر حاجة ممكن توقعك انك تقعدي تفكري مع نفسك، خصوصا لو انت حاولتي تعملي دايت كذا مرة قبل كده وما نجحتيش. لو قعدتي بقى في خوف جواكي ان انا يا ترى هعرف اكمل شهر وشهرين وثلاثة، مثلا محتاجة 3 او 4 شهور عشان اخس، هل هعرف اكملهم؟ لما بتقعدي تفكري في قدام هتقعي. تمام. فانتي قومي من نومك، يومي النهارده بيبدأ يا رب انا ورايا 1 2 3 4 الحاجات دي انا محتاجه ان انا اخلصها. الدايت بتاعي اللي هاكله وجباتي هتكون كذا كذا كذا. ورايا تمرين مثلا، ورايا كذا كذا كذا. وعيشي يومك، عيشي اليوم كده من اوله لاخره وشوفي انتي اللي هتكسبي في اخر اليوم ولا لا. يعني كم من 10 قضيت في يومي مثلا. ما تبصيش لقدام، ما تبصيش انا هلتزم بعد قد ايه. انت مطلوب منك دلوقتي انك هتاكلي كذا وكذا وكذا النهارده وتتمرني كذا النهارده، اعملي ده واستمتعي بالعمليه. استمتعي بفرق الحاجات البسيطه اللي بتحس في الاول، زي مثلا ان انا بقى نفسي خفيف. انا حاسه ان انا بقيت صحتي احسن، لو انا عندي الم شويه في مفصل ولا حاجه بدا يقل. استمتعي بالحاجات دي وما تبصيش للحاجة الكبيرة عشان تعرفي تحافظي، عشان تعرفي لما توصلي تحافظي. مبدأ هو مبدأ أولوية الالتزام بالدايت. يعني حياتي هتتمحور حوالين الالتزام بالدايت. يعني مثلا مفروض ان انا باجي كده اقعد في اول الاسبوع اشوف خطة الاسبوع بشكل عام في الاكل هتكون عاملة ايه. لو انا بروح شغل وباخد اكل معايا ابقى مجهزاه من بالليل ومجهزة الحاجة اللي انا هاخدها. ما ينفعش، انا بتعصب جدا لما تيجي عميلة مثلا تكون هي عايزة تخس بس لا اصل انا مش عارفة، كسلت اعمل اكل بالليل وقمت الصبح رحت الشغل فاكلت من بره. لو انتي حاطة الأولوية للالتزام بالدايت، وده بيجي من تغيير القيم. يعني لو أنا مثلا وأنا بعك في الدايت وببوظ الدنيا كده، كانت القيم اللي ظاهرة عندي هي المتعة بالأكل، إن أنا مخنوقة فأنا عايزة حاجة تسكن الخنقة اللي أنا فيها دي فأنا هاكل. طب أنا قررت إن أنا الأولوية دلوقتي هتكون لصحتي وهتكون لجسمي وهتكون لشكلي، فمحتاجة إن أنا أحط دايما الأولوية للدايت، الأولوية للدايت وللنظام الحياة الصحي. يعني هدوم الجيم تكون جاهزة من قبلها، لو انا مثلا عندي جيم تاني يوم ما اسيبش الهدوم، لا ابقى مجهزة كل حاجة ومجهزة الدايت بتاعي. اخلي في التلاجة على طول مثلا يكون في خيار، في حاجات خضروات انا بحبها، في فراولة، حاجات اللي هي مش هاي ان كالوري، وفي نفس الوقت هي حاجة هتخليني يعني الدنيا ماشية. فادي الأولوية دايما لتحضير الدايت، والأولوية في رصة حياتك كلها. يعني مثلا لو أنا هخرج مع صحابي، فأنا المفروض أحط وقت لنفسي إن أنا هاكل كذا في جدول الدايت بتاعي. أنا مش هروح أخد فري من نفسي لو الدكتور مقاليش، أنا هاخد أنا جدول الدايت بتاعي هاكله في البيت، وبعدين أروح مع صحابي نخرج نتفسح عادي من غير ما ناكل. حطي الأولوية للهدف بتاعك، يعني حطي الهدف ده كده أهم حاجة عندي، أنا محتاجة إن أنا أشتغل عليها على طول، فأنا هسهل كل حاجة توصلني للهدف ده. وما تكسليش عن حاجة. نقطة الانضباط دي مهمة جدا. النقطة اللي بعد كده بقى هي جرد التطور. لما انا باجي اقول لعميلة من فضلك تصوري دلوقتي وتصوري
كمان اسبوع او اسبوعين. انا بكون ليه بقولك تصوري دلوقتي؟ بقولك تصوري دلوقتي عشان انتي تحسي بالفرق. في تغيرات ممكن ما تبانش في الميزان، يعني ممكن ان انتي مثلا هتقفي هتعملي الانبادي هتحسي ان نازل حاجه بسيطه، بس انتي البودي شيب فارق. انتي عارفه يعني ايه كيلو دهون اصلا ينزل من جسمك؟ دي كميه كبيره، هتعمل فرق. فالتطور من خلال المقاسات ومن خلال الصور من اهم الحاجات اللي هتعرفك انتي ماشيه ازاي. الحاجه اللي ما بتتراقبش مش هتوصل، وهتوصلي لمرحله تانية بقى بتكون رخمه جدا. تبقى عميله مثلا معايا كانت ليكن 100 كيلو وبعدين وصلت ل85، فهي خست 15 كيلو بس هي لازالت اوفر ويت. فهي بتقعد في حته ال85 دي وتقول انا اوفر ويت، انا تخينه، انا ما عملتش حاجه. ما بتبصش لان ما عندهاش مرجع تبص هي كانت ازاي وبقيت ازاي. عشان كده مهم تتصوري كويس. انا في حاجه بحب اعملها مع العاملات بتوعي، ان هي لو هتديني مثلا الصوره عشان خاطر انا سامحالي ان انا مثلا احطها بيفور اند افتر على السوشيال ميديا، فعادي بتكون صورة بهدومها تمام مظبوطة وكل حاجة. لو هي بقى في صور ليها هي بقول لها تعمل ده وتنقلها مثلا على اللابتوب او على حاجة امان، تكون لابسة هدوم البيت اللي هي مفسرة تفاصيل جسمها قوي عشان هي تشوف الفروقات الصغيرة. لانه انا لابسة هدوم واسعة هيبان بعد كذا كيلو، لكن الكيلوات الصغيرة بتفرق مثلا في شكل البطن، في شكل الدراع. فالتراكنج بجد من اهم الحاجات. والتراكنج كمان في الكوميتمنت بشكل عام، ان انا اقيس انا التزمت كام يوم. ممكن في البدايه يحصل يوم يبقى فيه عكه، اكلت حاجه كده اكلت حاجه كده. الحاجات دي لما بتبقى مكتوبه بتعرفك انت ماشيه ازاي. مفيش تراكنج مفيش نجاح في الدايت. النقطه بقى المهمه جدا دلوقتي هي جرد الاسباب بتاعه ضعف الاراده. انا ممكن مثلا الاقي نفسي لو انا اتحطيت في موقف ضغط معين من شخص معين، مثلا الشخص ده لما بتخانق معاه او لما بحتك بيه احتكاك سلبي قوي بيخليني اول حاجه بفكر فيها ان في مشاعر قلق، فانا عايزه اسكن المشاعر دي بالاكل. فابدا ابقى واعيه للنمط اللي بيتكرر. احنا فكره كل حاجه بتحصل في حياتنا على شكل نمط، حاجه بتتكرر. فمثلا ممكن انا اكون لو شخص احتديت معاه بشكل مباشر او بقى في ضغط مثلا ليكن في الشغل، ده هيخليني ان انا اروح للاكل. فانا محتاجه اركز في ان انا اصلح مشاعري في الموضوع ده واركز معاها، وده هبقى اعمل لكم عنه حلقات قدام عن ازاي نعرف نتعامل مع مشاعرنا من غير الاكل. ممكن مثلا حد تاني، انا بالنسبه لي انا كايمان، انا لما بشتغل كتير لما بقعد مثلا ليكن بشتغل على اللابتوب او في شغل كتير مثلا في الصيدليه، مجهود كبير قوي، بلاقي نفسي تلقائيا بكون عايزه اكل حاجه مسكره بعدها. فانا لقطت النمط ده، فبقيت وانا بشتغل لما احس كده لازم ارتاح شويه في النص وبعدين ارجع اكمل او ارجع اشوف انا عايزه اعمل ايه. وبقيت استوعب ان انا لما بخلص عشان انا اتضغطت قوي، كان في ستريس قوي مثلا في الحاجه اللي انا بعملها، فانا ببقى عايزه اكل. فانا كل اللي عليا ان انا ابدا اتعامل مع مشاعري دي ان انا اشوف. ودي برضو هتاخدنا للنقطه الاولى، ان انا اكون مجهزه البيئه بتاعتي الاولويه للالتزام بالدايت. فببدا اشوف مثلا ممكن ان انا اجيب فراوله مثلا 5 فراولات اقطعهم على موزايه واكلهم بالمعلقه، لان انا بدات استوعب النمط اللي بيتكرر والحاجه اللي بتعمل لي ستريس. الناس كلها بيحصل لها ستريس لو في اكل حلو في التلاجة. المهم بقى اخر خطوه فكره ان انا اجرد الحاجات اللي بتخلي عندي ضعف اراده واحط ايدي عليها كده، ده بيخليني اقدر ان انا اكمل في الدايت بكل سهوله. وزي ما قلت لك اهم حاجه ركزي انك تعيشي اليوم. يا جماعه احنا ما بنعيش على فكره، احنا بنقعد نفكر في المستقبل والماضي ونقعد على السوشيال ميديا، مش بنعيش الحياه نفسها. استمتعي باليوم واستمتعي، حسي بالاكل كده وانت بتعمليه، وحسي ان دي رحله جميله. انت لما تاخديها حاجات كتير قوي في شخصيتك هتختلف، هتتعلمي الالتزام. بجد الالتزام بالدايت بحس ان هو بيخبط في كل حاجه في الحياه يعني. للاستفسار بقى عن الاشتراكات وكده سيبيلي كومنت او اتصلي بالرقم اللي هتلاقيه موجود على في البايو عندي. باي.